القطر اتقلب ولحظات مرعبة شافوها الركاب، ومطروح بتصرخ والحديد بينزل بين محطة فوكا وجلال. قطار روسي مكيف رقم 1935 خرج من القضبان في الكيلو 203، وللأسف العربيات اتقلبت والركاب معاها، و3 ماتوا في لحظة و54 مصاب اتنقلوا على المستشفيات. رغم الناس كانت رايحة في أمان، ولكن رجعت للأسف في عربيات أسعاف. 33 حالة في مستشفى الضبعة، و21 في مستشفى راس الحكمة. الحالات ما بين كسور وجروح وصرخات، والكل بيسأل فين الأمان؟ مطروح مش ساكتة والكارثة مش هتعدي بالسهل. تابع الفيديو للآخر لأن اللي جاي أخطر. القطر كان رايح يكمل رحلته من محرم بيه للقاهرة. السكة خانت وحصل هبوط مفاجئ في القضبان، واتقلبت الرحلة رأسا على عقب، والناس كانت جوه القطر وفجأة كل حاجة اتقلبت. الجرار ساعتها خرج عن المسار والعربيات اتدمرت، والركاب وقتها تعرضوا لخطر كبير، والناس بقت يا عيني تصرخ من الألم والرعب والخوف اللي شافوه. وشهود العيان بيقولوا ان القطر طار من على السكة. سؤال بقى اللي بيقطع في القلب، هو فين الأمان؟ وربنا يرحم كل اللي توفى في الحادث الأليم دوت ويصبر أهليهم، وربنا يشفي كل المصابين. ولو الحادثه دي بسبب تقصير او اهمال مخطئ يتحاسب. ويا ريت لو حضرتك مش متابع القناه تنورني باشتراكك في القناه عشان يوصلك كل جديد. يا جماعه الحقونا، القطر راكبين من المرسى مطروح، قطر 2 الا ربع اتقلب بينا ما اعرفش فين، ما بين راس الحكمه والضبعه. الحقونا يا جماعه، الحقونا اللي سمعنا يشير يا جماعه.